السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحلى وأجمل متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله عايزين نتكلم في موضوع مهم. عايزين نعمل عايزة أقول لكم على شوية حاجات مهمة هتزود بيض الفراخ وهتخلي إنتاج البيض عندك بسم الله ما شاء الله. مش هتلاحقي والله تلم البيض ولا هتبقي عارفة توديه فين، هتبقي محتارة تودي البيض فين. وكمان بتقوي العظم بتاع الطيور وبتخلي الطيور بتاعتك بسم الله ما شاء الله الله اكبر عليها، وما بتخليش الطيور عندك يبقى فيها لا تعب ولا فيها حاجه. اولا نبدا ونقول بسم الله والصلاه والسلام على اشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله. واقول لك على شويه حاجات مهمه كمان. ازاي تعرفي ان الفراخ بتاعتك بدات قربت على وش بيض، وازاي تعرفي الفرق بين الفراخ البلدي والفراخ الهندي، لان ناس كتير قالت لي عايزين نشتري لكن بنخاف سواء من عندي او من عند غيري. انا هقول لك على حاجات مهمه وهعرفك حاجات، وهقول لك الفرق بين ده وبين ده، وهقول لك على الخلطه اللي احنا هنعملها النهارده وانا عملتها معاكم قبل كده. بس بسرعه 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 انزلوا اعملوا لايك للفيديو عشان ترفعوا الفيديو. طبعا انتوا شايفين الفراخ ديت بتنكش في ايه. الفراخ ديت انا هدخل معاكم في الموضوع على طول يا بنات ويا شباب كمان، بالنسبه لان دلوقتي الشباب بقت بتربي زي البنات بالظبط. الخلطه اللي في الحله ديت اللي انا كنت عاملاها في الفيديو بتاع امبارح معاكم، بتاع خلطه زياده البيض للحمام وزياده الخصوبه للحمام. وقلت لكم الخلطه دي كمان تنفع تحطها للفراخ، ده مش تنفع ده اكيد تحطها للفراخ. مفيده قوي 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 ما شاء الله تبارك الله، ومهمه جدا للفراخ البلدي او الفراخ الهجين او الفراخ عامه اللي بتبيض او اللي على وش بيض. تمام، هي حلوه قوي قوي ليهم. الخلطه دي عباره عن ايه يا بنات؟ انا عملتها معاكم، وبالنسبه اللي هقول لكم عليها تاني عشان اللي ما حضرش الفيديو اللي فات وما عرفش هي ايه، وهسيب لكم الرابط بتاع الفيديو في اول تعليق مثبت ان شاء الله. الخلطه ديت عباره عن رمل. انا جايبه رمل وجبت طوب احمر، عندك حمره من بتاعه الطوب، ناعمه من بتاعه الطوب الاحمر بتاع المباني. الطوب الاحمر دهوت تمام. ما عندكيش هتجيبي قالب طوب او نص قالب طوب تطحنيه تدقيه بايد الهون او بحديده او باي حاجه تطحنيه. عندك كمان طوب بلوك من البلوك الابيض حلو قوي مفيد. ما عندكيش طوب بلوك ابيض هتجيبي الجير المطفي يا جماعه. ما عندكيش ده وده يبقى عندك قشر بيض. قشر البيض اللي بنقليه وبنستخدمه في الاكل ما ترميش القشر. انا بحوش القشر على بعضه بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين اهو. انا حبيت بس اصور لكم على الطبيعه الفراخ والبط كمان بسم الله ما شاء الله بياكل منه جدا اكل كويس، وبينقي كل واحد بينقي بياكل منه كأنه هو اكل. ده حلو قوي للبط. ده كمان اللي بياكل ده الدكر الفرنساوي، النتايه بتاعته اهيت. تمام، بتمنى بس الصوره تكون واضحه. زي ما قلت لكم رمل وحمره وجير. حمره يا جماعه اللي هو الطوب الاحمر ناعم، والفحم بتاعنا اللي احنا بنجيبه للشوي، والشرب اللي هو الشرب الابيض، الشرب بتاع الطوب او اللي هو الردم. في ناس بتقول عليه ردم وفي ناس بتقول عليه الشرب اللي هو اللي بنزرع فيه يا جماعه. الناس اللي في المدينه اللي مش عارفه او مش عارفين هو ايه بالنسبه للبلاد التانية، مثلا الدول الخليجيه اللي مش عارفه يعني ايه شرب. الشرب اللي احنا بنزرع فيه الزرع. بتجيبي الحاجات دي كلها وبتطحنيها طحنان كويس، بتنعمها بتحتتيها بتخليها ناعمه على قد ما تقدري وبتحطيها. اولا بتساعد على زياده البيض، ثانيا بتخشن الحصله بتاعت الطيور وبتمنع عن بصوا انا ذبحت الديك اللي كان بيجري ورا الذكر، اصبح الذكر هو اللي بيجري ورا الديك. عايزه اقول لكم بقى بالنسبه للفرق بين الديك الهندي والديك الهجين. بصوا بنات، شايفين الديك الاسود اللي بيشرب دهوت؟ انا بس عايزه اوريكم الفراخ كلها بتتخانق على الخلطه ديت، ما تقطعهاش من قدام الفراخ عندك سواء بلدي او هجين او رومي او حمام، اي حاجه بتبيض ما تقطعيش الخلطه ديت من عندها، خليها قدامهم على طول مش هتخسرك حاجه، وكلها حاجات تعتبر ببلاش، يعتبر ما اشتريناش فيها غير الفحم بس، والفحم كان موجود عندي. بالنسبه للفراخ انا بحاول اوريكم بس مش عارفه والله
الشمس طاسه في لسه الصبح، والشمس لسه قايمه في البربره ده هي اللي واقفه ديت يا جماعه. البربره دي هندي، لو انتوا واخدين بالكم من وشها ما فيهوش لا فيها عرف من فوق ولا فيها عرف من تحت، ووشها كمان شكله غريب كده اهوت. تمام. واخوها فرحها بالظبط اهوت. ده برضو ده كمان هندي. الست بالنسبه للست اللي هي من امبابه اللي قالت لي امبارح، قالت لي يا ام حوبه انا عايزه اشتري وقدام مننا السوق الجمعه وبخاف عشان ما فيش ضمير. طبعا مش كل الناس ما عندهاش ضمير. الفرخه ده اهي وشها اهي الحمراء اللي قربت تبيض ده اهي اللي هي ده اهي نوار الفول دهيت هندي. الفرخه دي هندي صافي ما شاء الله تبارك الله. تختلف خالص في الشكل الوش عن الفراخ البلدي خالص. الفرخه البلدي يا جماعه هي بيبقى معروف ان هي بيبقى لها عرف، حتى لو ملهاش زي الفيومي مثلا ما بيبقى لهاش عرف كبير. الفيومي مش بيبقى دهيت اهي طالعه من عندي لكن ما هيش هندي. واخدين بالكم عامله ازاي؟ سبحان الله هي بتيجي لوحدها قدام التليفون. الحمرا ديت مهجنه يا جماعه، لها عرف صغير من فوق ولها عرف من تحت. يعني بحاول بكل جهدي امسك الطيرة عشان اوريها لكم. شايفين عرفها عامل ازاي؟ رغم انه هو لسه صغير بس انا حبيت اعمل فيديو ده والله مخصوص عشان اطمن الناس، وعشان بس برضو اعرفكم ان لو انا هبيع حاجة لحد، يعني بالنسبة للناس اللي من مسافات بعيدة وبتقول لي احنا عايزين ناخد من عندك طيور ومفيش ثقة، خلي ثقتك في الله. انا عمري في حياتي ما هخدعك ولا هقبل من وراكي حاجة ان انا ابيع لك حاجة تكون مش مضمونة او تكون مش كويسة، لان انا طبعا اول حاجة انا بخاف ربنا ومش هقبل جنيه مش حلال على اولادي. دي اول حاجة. تاني حاجة كمان انا مش ست مجهولة، انا واحدة ليا اسمي وليا سمعتي وما اقدرش اخاطر بسمعتي ولا باسمي عشان خاطر فلوس. تمام. الديوك الهجينة هي بنات بسم الله ما شاء الله اللهم بارك والله العظيم اعمارهم صغيرة خالص خالص. انا ما ببيعش منهم نهائي، انا بخلي الديوك الهجين والفراخ الهجين. اولا الفرخ الهجين ما شاء الله تبارك الله حمرة وعالية خالص اهي، دي هربها عندي انا للبيض وهترقد برضو زيها زي الهندي لان فراخ الرقد بترقد. تمام. ثانيا الديوك الهجين خساره ان انا ابيعها لان انا مش هستفاد حاجه لو انا بعتها. انا اخليها اذبح منها ما شاء الله تبارك الله. انا مقصصاهم كلك لكن سايبه دهوت بديل لان لونه عاجبني، لونه اسود كده ولونه حلو فعاجبني، فانا سايباه عشان خاطر اربيه للفراخ الهجين اللي على السطح. حابه اوريكم الديك ابو الفراخ بس يا ربي ربنا يهديه ويجي الناحيه دي بس علشان اوريكم ابو الشباب الانتاج اللي عندي. بصوا لو انتوا واخدين بالكم كل الديوك انا مقصصاها عشان بتحاول تطلع من على السور، بتنط من على السور وانا مش عايزاهم كمان ينطوا وعايزاهم عشان بيقعوا في الشارع وعايزاهم كمان يتقالوا اهو ما شاء الله تبارك الله اهم وسايباهم يتقالوا. الحاج الغضنفر الجميل ده حبيب قلبي ده هو هجين هندي مع بلد يا بنات. بصوا عامل ازاي؟ ده كان ممكن ان انا ابيعه لاي حد لكن ما ينفعش. شايفين الوش بتاعه عامل ازاي؟ ليه عرفين كبار من تحت والعرف بتاعه هندي من فوق بس كبير. بنقول عليه ده تاج. انا ما اقدرش، كان ممكن ابيعه لاي حد وبسعر مرتاح شويه لكن طبعا ما ينفعش ما يبقاش فيه ضمير، لازم يبقى فيه ضمير يا بنات. اهو قدامكم اهو. ده بقى بسم الله ما شاء الله انا سايباه مخلط الفراخ عندي، يعني هو سايباه مع الفراخ البلدي والهجين. يعني هو دلوقتي مطلوق في وسط الفراخ اللي هي بتبيض. باخد البيض بتاعهم ولاده اللي هم طالعين من تحت الحمام بسم الله ما شاء الله. دول اللي طالعين من تحت الحمام ولاد الديك ده مع نتايات ديت ونتايات ديت. الشباب هم ما شاء الله تبارك الله. تمام. الحمد لله انا ما بغشش ضميري عشان خاطر اكسب فلوس، لان الفلوس مش هتغنينا لا في الدنيا ولا في الاخره. الفلوس بتيجي وبتنصرف لكن اهم حاجه راحه البال. تمام. زي ما قلت لكم كده يا رب تكونوا عرفتوا الفرق بين الفراخ الهندي والفراخ البلدي. هوريكم الديك الهندي دلوقتي عامل ازاي.
ده هو الديك هندي يا جماعه. ده الديك انا سايباه مع نتايتين اهمت دول. خلاص انا عزلت الهندي لوحده والبلدي لوحده عشان طبعا في ناس كتير. الاول كنت سايبه وبربي ليا، بس دلوقتي عشان بقيت ببيع فما عادش ينفع ان انا هجن السلالات، فباخد الحاجات اللي هي الاصليه. فده الديك اللي هو ده ابن الديك بتاعي الكبير الاساسي. زي ما انتم شايفين وشه اهوت، هو مش واضح قوي عشان الاوضه. هو التصوير فوق في النور غير التصوير في الاوضه خالص. تمام، حتى الفرخه السوداء باينه اهي، مش باينين الملامح قوي. ده الديك بتاج يا جماعه. ده التاج بتاعه من فوق كبير اهوت زي ما انتم شايفين. هحاول اقربه لكم شويه اكتر اهو. ده بيبقى ليه تاج، ما بيبقالوش عرفين من تحت ليه الرقبه كده، حاجه كده حاجه كده زي دقن كده، وليه زي ودان، بس مش عارفه هو واضح في الكاميرا ولا لا. هوريكم كمان نوع تاني بالنسبه للديك تاني، بس هو دلوقتي ده الديك بتاعي. تمام، لان انا ما عادش عندي غير الديك ده بس والفرختين. عندي واحد تاني لكن ان شاء الله من باع. معلش عشان الصوره مش باينه قوي. طبعا هتقولوا ما فيش فرق بين الديك ده والديك ده، لا في فرق كبير قوي. انا كان نفسي من زمان زي ما انتم شايفين هو ضير وشه اهوت. ده بقى ديك بلوزه، يعني التاني كان بتاج، ده بلوزه. ده انا سايباه مع نتايتين، بواحده البيضه دي ان شاء الله منباعه، والتانيه ديت البلدي ومرقبان، والبربره ديت بتاعتي برضو لسه على وش بيض. هحاول اقرب لكم الصوره منه او اقربه لكم. ما شاء الله تبارك الله. يعني بصوا الهندي انواع يا جماعه حسب تقليبه بيختلف من واحد لواحد، وبرضو مش بالحجم، مش بارتفاعه ولا بعلوه ولا بقصره ولا الكلام ده كله. بيختلف من ديك لديك ومن بربرة لبربرة. الديك انواع الهندي انواع كتير قوي. انا عن نفسي اربي النوعيه ديت من زمان، وان شاء الله انا جبت منها، بس كنت جايبه ده كمان ليا، بس لما اخت عزيزه طلبته مني ما عزتوش عليها. فان شاء الله انا عندي منه بقى لكن صغيرين. عندي منه اللي هو بلوزة ده، انا كان نفسي فيه من زمان، بس راحت ربنا جميل قوي قوي قوي. ربنا يبارك للي خدته يا رب ان شاء الله. اللهم امين يا رب، يبارك للجميع. فوالله العظيم يعني انا بس حبيت اطمن الست اللي من امبابة، لان هي قالت لي ان هي اتنصب عليها في موضوع هدوم وكده، وانا ما يعني هي اشترت ملابس على طريق النت. عايزه اقولك يا امي مش كل اللي على النت مش كويسين، ومش كل اللي بره النت مش كويسين، ومش كل يعني زي ما فيه كويس فيه اللي مش كويس، وفي امانه. يعني الحمد لله الحمد لله، احنا مش هنقبل حاجه على اولادنا والله العظيم الحمد لله. فانا حبيت بس اوريكم ان في فرق بين الهندي انواع، وهوريكم برضو دلوقتي فوق انواع تانية مختلفه برضو تانية وبرضو هندي. الفراخ دي كمان هندي. ديت انا ساعات بصورها وساعات مش بصورها. الفراخ ديت فيها اللي هو بعرف اللي هو بتاج، وفيها اللي هو بلوزة. مش عارفة الصورة عشان شعاع الشمس بس. شايفين اللي هو بياكل الاحمر في رصاصي دهوت. ما شاء الله تبارك الله. ده بلوزة. انا كان نفسي في النوعية ديت من زمان. وفي واحد اسود كمان. الاسود هناك اهو الموطي والابيض ده، هما دول 4 دولت اخوات. ان شاء الله بامر الله هربي واحد منهم او 2. شايفين الاسود ده ما شاء الله تبارك الله. دولت نوعيه، ديت نوعيه من الهندي. في نوعيه تانية وفي منهم زيهم برضو بالظبط اللي هما الصغيرين ده، هما الاسود ده. في اللي هو بتاج بقى يا جماعه اللي هو الابيض. شايفين التاج بتاعه عامل ازاي؟ ده مش معنى كده ان هو ده هجين ولا بلدي ولا كده، لا هو ده هندي. لكن الهندي انواع. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، وبتمنى تكونوا استفدتوا منه، وان شاء الله تكونوا الناس اللي عندها ما تعرفش خلفية عن الهندي وعن انواع الهندي، بتمنى تكون خدت خلفية عن انواع الهندي وعرفت. هم عامة الهندي شرسين مفتريين، مش شرسين مفتريين. حاولت انقلهم في مكان تاني عشان تاخدوا بالكم، لانه هم بصراحة ربنا مش واضحين قوي هناك عشان ضوء الشمس جاي معاهم. شايفين الاسود الجميل ده؟ حابه انا النوعيه ديت بصراحه من زمان، كان نفسي اربيها. دي النوعيه اللي عندي من زمان اللي هو ده اهو الاسمر ابو تاج ده هو. لكن في نوعيه تانية اللي هي هحاول امسك لكم واحد واوريكم عرفه من على قرب.
وسواء ده او ده، فده هندي وده هندي. شايفين ابو رقبان اللي هناك ده؟ شايفين عرفه عامل ازاي؟ ده تطليع من عندي برضو. ده بلد يا جماعه، ده مهجن اهو. شايفين الاسمر ده اهو؟ شايفين عرفه عامل ازاي؟ ملوش خالص، ليه حته كده الاسود المحني ده. طبعا صعب ان انا امسك ديك اوريهولكم، لكن يا رب تكون المعلومة وضحت وتكونوا فهمتم الفرق بين ده وبين ده. حتى لو انت هتشتري من سوق او هتشتري من حد، تبقي عارفة ان محدش يضحك عليكي. بس ايه ده؟ شايفين ده ديك اهوت، او جايز يكون بربرة، الله اعلم. المشكلة ان في السن ده انا ما في انواع ما بعرفش منهم الديك من البربرة، زي ده كده مثلا. ده ديك عشان ظهره محني احمر، ده ديك. يلا بتمنى الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه وخرجتوا منه بمعلومة. لو خرجت منه بمعلومة وحياة حبيبك النبي سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ما تبخلوش عليا باللايك عشان ترفعوا الفيديو عشان ياخد حقه، وما تخلوش المعلومة توصل عندكم. شير لحبايبكم وسبسكرايب لو انتم مش مشتركين معايا واول مرة بتشوفوا قناتي. يلا بنحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.